ان شاء الله باذن الله 2-0 للزمالك الزملكاوية ناويين الفوز على النادي الأهلي ومعهم الورقة الرابحة. لاعب قالوا إنهم هيقشوا بيه المباراة، ولاعبي الأهلي قدامهم مش هيعرفوا يعملوا حاجة. مين هو اللاعب ده ويا ترى الأهلي هيتصرف معاه إزاي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حالة من الشجاعة بيمتلكها مشجعي نادي الزمالك حاليا، وصلتهم انهم يتحدوا النادي الاهلي بابرز نجومه ويقولوا له انهم هيكسبوا في المباراة الجاية نهائي كاس مصر المقامة بالمملكة العربية السعودية. فيديو مثير انتشر من شوية لعدد من مشجعي نادي الزمالك المصري، قالوا فيه ان لاعبيهم هيكسبوا النادي الاهلي المصري في بطولة كاس مصر، وكمان بكسور كبيرة. في اللي قال هيكسبوا 2-0 وفي اللي قال هيكسبوا 9-0، والنتيجة في كل الاحوال كبيرة ومش سهلة خالص زي ما الكل عارف. الناديين الكبار وكل نادي فيهم هيعمل احسن ما عنده علشان يفوز بالمباراه، بس من الواضح كده ان الزملكاويه عاملين حسابهم كويس قوي. في لاعب قالوا عليه مشجعين الزمالك واللاعب ده هو الجوكر بالنسبه ليهم. اللاعب ده هو سيف الدين الجزيري، اللاعب التونسي المخضرم واللي فعلا مستواه حلو جدا. بس هل يا ترى الجزيري هيقدر يسد مع لاعبين النادي الاهلي ويكون ورقه رابحه للزمالك ويخلص في المباراه؟ ابقوا قولوا رايكم انتم عن النقطه دي في التعليقات، كل واحد يقول توقعه عن اللاعب، هل هيقدر يعمل انجاز ولا لا. برضو عايزه افكركم ان الجزيري بقاله فتره مش بيلعب مع الزمالك، او بمعنى اصح بعيد شويه عن التشكيل الاساسي للفريق، بس هو برضه لاعب ليه اسمه ومركزه كويس جدا، وعلشان كده طلب البرتغالي جوزيه جوميز منه انه يركز شويه، كمان يجتهد اكتر في التدريبات علشان يقدر يرجع يلعب كويس خلال الفتره الجايه، وعليه ممكن يعمل حاجه فعلا في المباراه المرتقبه بين الاهلي والزمالك المصري. لحد هنا ونكون عرفنا مشجعين الزمالك قصدهم على مين الورقه الرابحه ليهم في المباراه الجايه بين نادي الزمالك والنادي الاهلي. يجي بقى الدور نعرف مع بعض ازاي مسؤول النادي الاهلي بيستعدوا للمباراه دي، مين في الاهلاويه عليه العين وهيكون الجوكر للمباراه، ومين اللي فرص مشاركته في المباراه ضعيفه. يقال والعهد على موقع اليوم السابع الاخباري ان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي استقر على قائمه فريق المفترض هتواجه الزمالك في 7:30 مساء يوم الجمعه المقبله بالسعوديه في نهائي كاس مصر. اول الكلام هيشارك مصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الدفاع مجهزين ليه محمد هاني، عمر كمال، اكرم توفيق، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، علي معلول وكريم الدبيس. دول وقت المباراه هيتحدد مين فيهم اللي هيلعب. خط الوسط في برضه عمرو السوليه، مروان عطيه، احمد كوكا، محمد قفشه، امام عاشور، ودول برضه لسه لم يتم التحديد مين فيهم بالظبط اللي هيبدا المباراه. الحال برضه لاعبي خط الهجوم في كريم فؤاد، حسين الشحات، رضا سليم، طاهر محمد، برسيتا، وسالم ابو علي، كهربا ومودست. لاعبي الاهلي المفترض انهم هيسافروا النهارده الاربعاء للسعوديه، وهيتم استكمال تجهيز اللاعبين هناك لخوض المباراة المهمة أمام نادي الزمالك. في النهاية بقى إيه توقعاتكم للمباراة ومين اللي هيفوز؟ قولوا لي تعليقاتكم في الكومنتات.